ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم يا رجاله. فيديو النهارده وفيديو مختلف شويه، وهو تجربه ان العب لعبه اي فوتبول 2024 على الموبايل. كان في حد قال لي كذا مره انك تجرب تلعب اللعبه دي على الموبايل، وانا الصراحه يعني كنت بستثقل الحوار ده علشان معايا موبايل شاشته 7 بوصه او 6.5 بوصه، فاللي هو ايه، انا مش واخد يا اسطى على الكلام ده، انا بحب العب على الكنترولر وكده. فقلت اما اجرب كده، ايه كان وفروا يعني تابلت وكده، قلت اما اجرب العب اللعبه يعني. وكده كان عندي اكونت عليها، بس يعني ايه كنت بفتح بس اللي هو ايه نجوم الاسبوع مثلا، اجمع مثلا 100 كوين كده ولا كده، حاجات بسيطه يعني، بس انا مش محترف فيها يعني. على عكس ايه الكونسول انت بتشوف مستوى عامل ازاي، الناس بتستغرب، والحمد لله والفضل لله يعني مستوى كويس. فنجرب برضه هنا ايه الدنيا يعني. الناس هنا بتقول لك اللعبه هنا كويسه، وميزتها ان انت ممكن تلعب يعني على التليفون او على التابلت وانت قاعد على السرير او كده، فاهم؟ دي حاجه حلوه الصراحه. لكن انت على البي سي انت بتقعد بقى ايه يا معلم على الكرسي، وفاهم وحوار. فتعالى كده نسمي الله. لكن قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الحلو بتاعك، بنحاول ننوع شويه على قد ما نقدر. ولو انتوا حابين نجرب كول اوف ديوتي زون اللي هي الجديده دي، يا ريت تقولوا لي برضه تحت في الكومنتات. دي بالمناسبه برضه بتشتغل بدراع بلايستيشن 4، يعني انت بتوصل بس الدراع وتلعب على طول، وزيك زي ايه وورزون اللي على الكمبيوتر، ولكن طبعا فرق الجرافيكس اكيد مختلف. معلش طولت عليكم. تعالوا بس نبص بصه سريعه كده على التشكيله بتاعتنا. انا الصراحه يعني مع هقطعكم بس حاجه بسيطه، يعني لما باجي اصور على البي سي بعرف القط الصوت، على عكس الموبايل. انا الموبايل مش عارف القط الصوت خالص. فلو حد عنده تجربه او مثلا عارف مثلا يوتيوبر او عارف حد يخلينا اتواصل معاه، يعني لو انتوا مثلا حابين ان انا اكمل في الحلقات اللي هي زي ايه ان العب على التابلت او الموبايل. دي التشكيله اللي عندنا، يعني زي ما انت شايف احنا بنلعب بتشكيله 4-3-3 زي ما مكتوب. بنلعب طبعا بجوارديولا اللي هو الجديد، وعندنا هنا بنلعب بنيمار اس، وعندنا كريستيانو النسخه دي الصراحه رايقه، عندنا فينيسيوس جونيور، وكمان عندنا التشكيل دكه زي ما انت شايف، عندنا جواو فيليكس، عندنا جمال موسيالا، وعندنا هنا هاري كين، وعندنا كمان موسى ده اللي موجود على البي سي حرفيا هاكر. فما اعرفش الصراحه هنا الدنيا عامله ازاي، يعني انتوا ما بتبصش الارقام وحافين خفيف في الملعب. طبعا في البي سي ما اعرفش برضه نفس الفكره ولا لا. عندنا كمان بفارد الهايلايت، عندنا هنا رودريجو ال100، يعني تخيل رودريجو دوري ابطال اوروبا، وعندنا فينيسيوس فجمدان الصراحه، وعندنا انزاجي، وعندنا سون، يعني الاكونت ده حظه حلو الصراحه، من اول فتحه تلاقي لي سون. عندنا توصل دوري ابطال اوروبا مش موجود دلوقتي ده طبعا يا معلم، يعني تبص على الارقام طبعا نفس النسخه كريتيف بلاي ميكر، وزي ما انتم شايفين عنده الدريبل 91، البول كنترول 88، تايب بوزيشن 83. ما تبصش بس الارقام، عندك اللوفت باص 84، وليكن الفينش كام عنده؟ الفينش 83 النسخه اللي هي اللي لسه نازله 81. طبعا النسخه دي اكيد احسن في الارقام، وعندك الاكسشن 94، اعتقد النسخه الثانيه كانت 95. حاجات بسيطه يعني. ممكن ننزل هنا مكان اوديجارد، ننزل موسى، وعندنا كمان كاي هافرتس النسخه دي كانت رايقه برضه، عندنا لويس البرتو، وعندنا هنا كمان هاكان تشانالوجلو، يعني اللاعب ده حرفيا النسخه دي من اقوى النسخ اللي نزلت له طبعا بعد البيك تايم او اللي هي اللي نزلت من قريب دي بتاعت الانديه. عندك كمان لوباس 97، تايب بوزيشن 91، بول كنترول 91. انت متخيل دي ام اف والارقام دي، وبيلعب سي ام اف كمان. لوفتد باص 91، فينش 83، تيت بيس اللي هو ضربات الحره المباشره 93، كيرل 95، يعني ارقامه الصراحه شديده. عندك الكيكنج باور 93، عنده كمان البالانس 83 والاستامينا 89، فعلا الكاش ده جامد الصراحه. وعندنا كمان في الدفاع نيجي كده، عندنا ووكر، عندنا ماركينيوس، ديليخت، وتيو، وعندنا في الحراسه دوناروما، يعني احنا مطمنين. وعندنا بقى بره خالص عندنا ميسي، وعندنا بيلينجهام اللي هي نسخه نجوم الاسبوع الخضراء، وعندنا كولوفسكي، انسو فاتي، وعندنا اوديجار، عندنا هاري كين النسخه الثانيه اللي هي الديب لاينج اعتقد، او فوكس ان ذا بوكس مش فاكر ايه النسخه. عندنا مولر كمان، توماس مولر، راشفورد، عندنا كمان اللاعب المرعب اللي طوله 2 متر و2 سم، عندنا كمان كوربو، وعندنا كمان كريستيانو اللي هو النسخه اللي انا عامل لها تطويره جامده، ما اعرفش انا الصراحه الدنيا ماشيه ازاي. جيو بروزيتش. عندنا كمان يعني شوف عشان اعرفك الاكونت ده حظه حلو، نفس برضه الاكونت على فكره اللي هو اللي فيه ميسي، الاكونت ده من اول فتحه على طول تلاقي الشو تايم، نفس على فكره نفس الاثنين نفس الحظ. بس طبعا هنا مش كنت بحوش ولا كنت بلعب، ولكن اهم حاجه طبعا يعني اكيد مش لعيبه وكده، اهم حاجه بس الجيم بلاي عامل ازاي. يلا بينا نجرب. وعندنا اللي قصادنا محمد مجدي او ماجد، ديفيجن 5 3093، يعني الماتش ده شكله جديد. وكل جاهز عندنا ما عدا دوناروما، واحنا ما عندناش للاسف حارس احتياطي نسينا نحط. عندنا هنا بيلعب بتشكيله 4-1-1-4، يعني عندك هنا ليونيل ميسي النسخه اللي هي الليجندري، عنده مبابي النسخه اللي هي بتاعت كاس العالم اللي هي الشديده دي، عنده في الدفاع بيكنج باور، وعنده نيستا، وعنده فيرا وبيول، وعنده تيو ده حرفيا شديد في كل النسخ اكيد، وعنده كمان اوليفر كان بيوصل 99 ونيمار 101. يلا بينا على الماتش. بسم الله يا رجاله. يعني والله انا بلعب على اعلى كواليتي، بس المشكله بقى انتوا متعودين على النظافه اللي موجوده. انا مش بقلل والله من يعني اكيد ده موبايل فاهم او تابلت، يعني جرافيك اندرويد، فانت فاهم لو مش مطالب منه يكون شديد يعني. لا 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 لا، ده لو جه ده هيزعلني جامد والله. ما بصيت المشكله انا مش متعود، انا اللي بحرك، انا اللي بنفس ده جون دي. يا لهوي
ماشي. انا مش متعود ان انا احرك انا الادلج وكده فاهم يعني. والله الماتش كده ايه، احنا ممكن نظبط شويه حاجات كده بسيطه بسرعه كده يعني، نعمل الخطه بتاعتنا اللي انتوا عارفينها ماشي يعني. ده اللي يعني يعتبر دي الخطه اللي احنا هنلعب بيها في الديفيجن على البي سي. اما نشوف هنا برضه هتنفع ولا لا، بس انا شايف ان الخطه الثانيه دي ما كانتش نافعه معايا خالص. اهي ده له بقى، يلا رونالدو جون يا رونالدو، ما تضيعش يا الدون. يلا احتفال بقى كده. هو ال1 2 بس هنا الواحد بيتعود عليه شويه يعني، انت بتسحب كده السهم اللي فوق مع الزرار في نفس الوقت، فدي حاجه مزاوله شويه بالنسبه لي. بس ماشي يا جدعان يعني. الماتش عندنا كده الاولاني يخلص تعادل مع الاخ ده، كان معاه لعيبه والله كويسه، واحنا عاوز ظبطنا الخطه والخطه ظبطت لما ايه جبنا جون. يلا بينا على الماتش اللي بعده. والماتش اللي عندنا رجاله من ديفيجن 5 3064 يعني قريب مننا. الكل جاهز عندنا رجاله برضه معانا الحارس هنلعب بيه، نسينا برضه نحط الحارس مش مشكله. هو بيلعب بتشكيله هاري كين وكريستيانو رونالدو، ومعاه يا لهوي معاه مبابي ومعاه ميسي لاكاوجا زوكي، وعنده نيمار بيلعبوا اي ام اف، وعنده برونو فرنانديز. يلا بينا على الماتش. نبدا بقى نركز بقى في الماتش كده، كنا بنلعب ديفيجن بجد. ايوه ونستغل ايه اي حاجه بتجيلنا. يلا الاول اهو على السريع. ايوه كده نستغل اي حاجه. اخويا اللي بينقذني، اخويا اللي بينقذني جامد. يلا اهي يلا جون اهي. دي جون دي يا ابن اللعيبه يا توصد يا ابن اللعيبه انزاجي. ايوه هو ده الشغل اللي بعمله في الكونسول، هو ده حلو. يلا اهي يلا ميسي. بص انا مش هديها دبل تاتش ولا اي حاجه، هي دي جون. دي بتيجي جون على طول على هادي. والتالت جامد. يلا هي يلا جامد. يلا هي يلا يخرب بيتك يا انزاجي، يخرب بيتك جامد. الماتش ده عندنا رجاله يخلص 4-0 يعني. جاب لنا هات كده اعتقد سوبر هات انزاجي الاسطوري السوبر هيرو يعني. ده اللي ظبط حرفيا للتشكيل، وظبطنا كمان التشكيل بتاعنا يعني. عندنا كده نشوف التقييمات. عندنا ايه ده ايه تقييماته هو، انا عايز انا انزاجي 8.5، وعندك ليونيل ميسي 7 جامد. وعندك كمان على فكره الجندي المجهول توصل اللي محدش بيديله حقه في اللعبه دي. كل ده رجاله من ديفيجن 5 3111، واسمه محمد كهربا تقريبا او كهربا ما خدتش بالي. وكل جاهز عندنا ما عدا يا ماركينيوس ولا كان عندنا اعتقد بافارد جاهز. بافارد جاهز، ننزل مكانه بافارد برضه جديد يعني. اللي اكيد اللي متابعني هيعرف ان بافارد نسخه فرنسا من اقوى يعني السي بي الار بي في اللعبه. بلاش سي بي ار بي، حرفيا بيجيب اي حد يعني. اللي قصادنا الواد ده بيفهم، ومعاه نسخه ميسي بيوصل 106 ما شاء الله. عندك امبابي وهالاند، عندك بيلعب 3 اي ام اف، ما بيلعبش دي ام اف ما اعرفش ليه. طب انا هشوف بقى شوطه عاديه يا اسطى. ماشي الحمد لله، حتى بتصدها. ايه يا جوليو انت معايا يا اسطى، بس يعني مش كده يعني. عندنا كده الاول يا جدعان اهي. يلا اهي بس شكرا. انت بطيء بس انت لوحدك يا اسطى ماشي. انا مش عايز خنزره. دي جون دي بقى. ايوه كده هو ده انزاجي. واللي صدنا يا رجاله انسحب وكسبنا الماتش. يلا بينا على الماتش اللي بعده. يعني احنا دلوقتي بنقرب على ايه ان احنا نوصل ديفيجن 4 يعني. اعتقد فاضل لنا احنا دلوقتي معانا 11 نقطه عشان نتاهل، محتاجين 13 نقطه. فاضل الماتش كمان ان شاء الله نتاهل ديفيجن 4. واللي صدنا يا رجاله من ديفيجن 5 احمد شاويش. ما لقيتش ما بلحقش اقرا اي حاجه، بس هو ديفيجن 5 3050 تقريبا. وكل جاهز عندنا ما عدا الجهه اليمين. ليه كده واللي قصادنا بيلعب بميسي وكريستيانو رونالدو، عنده نيمار وفينيسيوس جونيور، بيلعب كيميتش ورودري. يلا بينا على الماتش. يا لهوي جون دي شكلها. جون دي يا ابن اللعيبه بافاردي. طفش جون. هي عايزاك تجيب جون، خلصت شايفها. يلا الحمد لله نحتفل. يلا نحتفل بميسي كده براحتنا. اديني بقى انا حاجه. ادينا يا سيدي، وانتوا بتستمتعوا وانا بستمتع، كلنا ايه بنكسب ثواب. جون اهي. يلا ايزي. حلو يلا والله جامد. يلا والله جامد. يا جون اهي. يلا التالت يخرب بيتك، ما بتهزرش. انسحب ماشي. اتأهلنا يا شباب لديفيجن 4. نعمل سكيب بس كده يا شباب. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو لو عجبك السلسله دي يعني مش هقول لك سلسله، هي تبقى حلقه في الاسبوع ان شاء الله. لو عجبتك قوي يعني ممكن انزلك اكتر من حلقه. يا ريت تسيب لي رايك تحت في الكومنتات. بس كده يا شباب. ابن صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ابن مساج دعاء لاخواتنا في فلسطين والسودان. بس كده سلام.